السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا عادة مش طالع انقد ولا طالع اتكلم في اي حاجة، بس الفيديو ده انا شفته من كوكو اند اس طالع يتكلم على شاشة سامسونج بسعر المفروض اللي هو عامل عليه عرض. اسمعوا وبعد كده نرجع تاني اقول لك هو بكام اصلا. السامسونج خش عليا الدلع اللي اتمنع الممنوعات. سامسونج ال 50 بوصه الكريستال الفول اتش دي شغال فول اتش دي الله يبارك لك. جوده الصوره ما يعادل معاك 2060 يا جمال. حلويات والله ممنوعات. سامسونج ومحدش يقدر يقرب من سامسونج. لا احنا عندنا طيب حضرتك دلوقتي انت بتقول سامسونج واتش دي وكريستال والكلام دوت، هو اول حاجة الحاجات دي بتتباع بالموديل، غير كده ما بتتباعش عشان تبقى انت عارف. نكمل بس الفيديو. احنا عندنا قلب نقرب. محدش يقدر يقرب من سامسونج. تعالى لي تعالى لي. لسه بيعمل عرض على سامسونج شغال. ال 50 بوصه حلو. السمارت اندرويد ال 4K حلو. خليها تخرب. بوظها يا بود. على الطبيعه اهو، على الطبيعه قدامك اهو. ب 12900 عروض كوكو. طيب حضرتك شفت دلوقتي سعره 12900، طب ما هي ب 12000 جنيه ومن غير عرض. هي ب 12000 جنيه والله، واحنا محل جمله وبنبيع اساسا ب 12000 جنيه. ايه هي العرض في كده؟ ان انت مزود 900 جنيه ممكن تبقى ده عرض. يا جدعان دلوقتي كله يفهم مفيش حاجه اسمها عرض، مفيش حاجه اسمها عرض. العرض ده شهر واحد بيبقى في كارفور، بينزل كميه كبيره بيبقى عليها عرض والكلام ده، ولا جمعه بيضاء عليها عرض ولا جمعه سوداء عليها عرض. وكل الشركات دي بتحاول تزود 30% وبعد كده تنقص لك 20% وفي الاخر تبيع. الناس اللي هي زي كوكو اندس والكلام ده بتبقى فاهمه اللي هي بتحرق كده سعر، وهي ما بتحرقش سعر، بس هي اساسا الست ولا الغنى. فكلنا لازم نفهم النقطه دي. انت دلوقتي سمعت كلمه عرض، روح اسال على العرض دوت في محلات تانية ولا عندك تحت البيت ولا محل جمله زي محلنا او اي حاجه من الحاجات دي. انا مش بقول لك اشتري من عندي، انا كده كده ببيع جمله مش ببيع قطاعي، بس انا بقول لك عشان تبقى انت فاهم ايه هي الحاجات اللي موجوده عشان ما تضحكش عليك. ده بيقول لك 12900، ما هي ب 12000 جنيه، انا ببيعها ب 12000 جنيه، ولما حد بياخدها من عندي بيروح بيبيعها بكام؟ ب 12500 12600 هو وحظه. يعني هو اساسا كده كده بيبيع اغلى اساسا من اي حد. فعشان تبقى انت بس فاهم كعميل عشان ما يضحكش عليك، والله انا مش هيفرق معايا، بس انا بس يبقى شايف ان دلوقتي الظروف بقت صعبه والدنيا غاليه وانت بتجري ورا اي حاجه اي متنافس. فانا بكلمك في النقطه دي ان محدش يضحك عليك باسلوب عرض. عرض ده يا اما حاجه عنده مركونه قديمه وبيبيعها تمام، عايز يبيعها باي حاجه فبيبيعها وخلاص، يا اما عارف سعرها كويس وبيقوم رافع لك فيها 200 300 400. مفيش حاجه اسمها عرض دلوقتي، واصبر لغايه شهر واحد. كلام سليم. اللهم اني قد بلغت. ولو عوزت اي حاجه تكتب لي في الكومنتات وانا اقول لك سلام.